بتبدأ الحكاية بساحرة راكبة مركب ومعاها ابنها الصغير وبتهرب بيه، لكن فجأة بتقع من المركب ودماغها بتتخبط في حجر تحت المية، وبعدها بشوية بتفوق على الشط وبتسمع صوت ابنها بيعيط، وابنها ده بيكون اسمه كوبو وبعين واحدة، وجده هو اللي عمل كده وأخد عينه التانية. وعدت السنين وكوبو كبر وبقى هو اللي بيهتم بمامته بعد ما عرف إن باباه خلاص مات. وكان كل يوم كوبو بيروح المدينة وبيلم كل أهل المدينة حواليه وبيعمل لهم استعراض بالجيتار والورق السحري بتوعه عشان يقدر يلم منهم فلوس ويعيش بيهم هو ومامته. وأول لما جرس الغروب كان بيرن على طول كوبو كان بيهرب وبيرجع لمامته، ومامته بتبدأ تحكيله عن باباه هانزو وعن إنه قد إيه كان بيحبهم وإنه كان مقاتل عظيم. ولما كوبو بيسألها عن جده ملك القمر بتقوله إنه هو وإخواتها هما اللي قتلوا باباه، وإنه لازم يحافظ على نفسه ويستخبى كويس منهم ويفضل طول الوقت لابس لبس باباه، ونصحته مهما حصل ما يتأخرش بعد الغروب وما يخرجش بالليل أبدا، ولازم يفضل محتفظ باللعبة الخشبية اللي هي مديهاله. وفي اليوم اللي بعده لما كوبو بيقابل الست العجوزة بتقوله إن في مهرجان وألعاب نارية وحفلات مهمة بالليل، وكمان هما بيقدروا من طقوس معينة يتكلموا مع حبايبهم اللي ماتوا وكمان يتواصلوا معاهم. فكوبو بيسمع كلامها وبيروح بعدها يتكلم مع صورة بابا هانزو على أمل إن هو يسمعه ويتواصل معاه، لكن بابا مش بيرد عليه ولا بيكلمه، وكوبو بيكون زعلان جدا. بس فجأة الوقت بيعدي من غير ما يحس بيه وبيدخل عليهم الليل، فكوبو بيسمع صوت حد بيكلمه وبيقول له ايه اللي حصل لعينيك. فكوبو لما بيشوفها بيسألها هي مين وعرفت اسمه منين، فبيظهر له وقتها واحدة كمان وبيقولوا له إن هم إخوات مامته وكانوا بيدوروا عليه من زمان جدا، وبيقولوا له إن هم بس محتاجين عينه التانية عشان جده محتاجها. فكوبو وقتها بيخاف وبيطلع يجري وبيروح المدينة عشان يستغيث بالناس وحد يساعده، لكن الاتنين دول بيهجموا على الناس اللي هناك وبيدمروا المدينة. ولما بيقع كوبو بيكونوا خلاص قربوا عليه وهياخدوه، لكن وقتها وصلت مامته وقدرت إن هي تنقذه وتبعدهم عنه، لكن ما بيحصل لهمش حاجة وبيرجعوا تاني. فمامة كوبو بتقوله إنه لازم يروح يدور على ال3 قطع بتوع الدرع السحري عشان الدرع ده هو اللي هيقدر ينقذه منهم، وبعدها حطت إيديها على العلامة اللي في هدومه، فكوبو بيطلع له أجنحة وبيطير، ومامته بتضحي بنفسها عشان تنقذه. وبعدها بشوية بيفوق كوبو في أرض جليدية وبيكون قدامه حيوان على شكل قرد، والقردة دي بتكلمه وبتقوله إن مفيش وقت وإنهم لازم يهربوا، وبتاخده وبتوديه على كهف وبيقعدوا هناك، وكمان بتقوله إنها عارفة إن عنده أسئلة كتير بس هي هتجاوب على 3 أسئلة بس. فكوبو بيسألها هي مين، فقالت له إنها اللعبة اللي كانت معاه دايما ومامته على طول كانت بتوصيه عليها. فبيقول لها بس انت كنت لعبة خشب ازاي بقيتي كده؟ فقالت له إن مامته قبل ما تموت باستخدام السحر هي اللي حولتني لكده علشان أساعدك وأقدر أحميك. وقالت له برضه إنهم لازم يلاقوا الدرع علشان هو اللي هيحميه من خالاته وجده، وطول ما هو لابس الدرع عمرهم ما هيقدروا يلمسوه ولا ياخدوا عينه التانية. فبعدها بيلاقي كوبو شعرة من شعر مامته على هدومه، فبتاخدها منه القردة وبتلفها على ايديه وبتقوله انه لازم يحتفظ بيها كويس جدا. فكوبو بيسألها وبيقول لها انت تعرفي مكان الدرع فين؟ فبتقوله لا، وبتعرفه انها ما تعرفش حاجة عنه. وفي اليوم اللي بعده القردة بتصحي كوبو من النوم وبتقوله انه لما كان نايم كان بينده على والده، وفي ورقة طارت من شنطته واتحولت للفارس ده. فالفارس وقتها بيشاور له على الطريق الصحيح وفعلا بيتحركوا وبيمشوا وراه، لكن وقتها بيكون في حد بيراقبهم من بعيد وبيظهر لهم فجأة وبيخطف كوبو. فالقردة على طول بتجري وراه، بس لما بتوصل لهم كوبو بيوقفها وبيقول لها انه ما كانش قاصد يأذيه، وقال لها انه كان بيدور على المحارب الصغير بس، وعرفها برضه انه محارب ملعون وفي حد لعنه ومش فاكر اي حاجة عن حياته. فالمحارب ده لما شاف لبس كوبو سأله عن العلامة اللي في ظهره عشان العلامة دي المحارب كان عنده زيها، ودي العلامة اللي بتخص باباه هانزو. فكوبو بيقول له إن هانزو باباه. فالمحارب فرح جدا لأنه قابل ابن أستاذه، وقال لكوبو إنه من اللحظة دي تحت أمره وهيضحي بحياته فداه. بس القردة بقى ما بتكونش واثقة في المحارب، بس المحارب طمنها وقال لها إنه هيفيدهم وحاول يثبت لها ده عن طريق مهاراته. وفعلا بعدها بيتحركوا كلهم عشان يجمعوا الدرع الكوبو، بس وهم في الطريق بيقعوا جوه حفرة وهناك بيلاقوا أول جزء وهو كان السيف. فبتخاف القردة لا يكون فخ،
فالمحارب هو اللي بيروح ياخد السيف بدل كوبو، وبعدها على طول ظهر لهم وحش، فبتاخد القردة السيف وبتروح تضرب الوحش بيه، لكن السيف بيبقى مزيف وبينكسر، وبيعرفوا وقتها ان مش هو ده السيف السحري، وبيلاقوا ان السيف الاصلي موجود على راس الوحش، والوحش وقتها بيمسك القردة وبيحاول المحارب وكوبو ان هما ينقذوها، واثناء ده بيكتشف المحارب انه يقدر يطير، والوحش بيعرف يمسك المحارب والقردة، بس كوبو بيقدر انه يطلع على دماغه وياخد منه السيف، ووقتها الوحش بيتكسر وبيموت. وبعد لما خلصوا عليه بيروحوا عند البحيرة، وبيقترح عليهم الفارس ان هم يعدوا البحيرة، بس القردة بتعترض وبتقوله ان دي مش فكرة كويسة، وكده احنا ممكن نعرض حياة كوبو للخطر. واثناء ما هم بيتكلموا مع بعض كوبو قدر يعمل بالجيتار والورق السحري مركبة كبيرة عشان يقدروا بيها يعدوا البحيرة، وفعلا بعدها وهم في الطريق بيلاقوا القطعة التانية من الدرع وهي الصدرية، بس للأسف بتكون تحت المية، فالفارس بيقول لهم ان هو هينزل يجيبها، بس كوبو بيحذره وبيقول له ان مامته حكت له ان البحيرة دي تحتيها حديقة من العيون، والعيون دي لو بصيت لها بتجبرك ان انت تفضل تحت المية. فالفارس بيطمنه وبيقول له ان هو مش هيبص لأي عين فيهم عشان طبعا ما يأثروش عليه، وبينزل بعدها على طول للبحيرة. بس لما بيجي الليل الموج بيكون عالي، والفارس لحد دلوقتي ما طلعش من المية، فكوبو بيقول للقردة انه اكيد دلوقتي محتاج للمساعدة، بس القردة بترفض ان كوبو يساعده، فكوبو ما سمعش كلامها ونط برضه في المية، والقردة هي كمان بتجري وتنط وراه، لكن على اخر لحظة بتكون خالة كوبو وصلت وبتقدر انها تمسك القردة، وكوبو وقتها لقى الجزء التاني من الدرع وقدر يلبسه، بس بعدها على طول بتظهر له عيونه وبتحجزه، وبتبدأ المركب اللي هو عملها تنهار، فبتعرف القردة إن كوبو دلوقتي في خطر، فبتحاول تتخلص من الساحرة بسرعة عشان تلحق كوبو، بس بيوصل لها الفارس هو كمان وبيحاول يساعدها، وبيقدروا فعلا إن هما يضربوها، والقردة بتقول للفارس إنه ينزل بسرعة ويلحق كوبو، ونزل الفارس ولحق كوبو على آخر لحظة، والقردة بتكون قدرت إنها تتغلب على الساحرة بالسيف السحري، والفارس بيطلع كوبو وبيرجعوا كلهم للمركب تاني. فكوبو بعدها طلب من القردة إنها تحكي لهم قصتها، لأنه شاف في العيون اللي تحت المية حاجات تخصها، وعرف كمان إنها مامته، لكن القردة بتقوله إن هي مش مامته ولا حاجة، بس هي تقدر تحكي لهم حكاية مامته، وبتبدأ تحكي لهم فعلا، وبتقول لهم إن اليوم اللي راحوا فيه المعبد هي وإخواتها عشان يخلصوا على هانزو، مامته وصلت لهانزو قبل إخواتها وحاربته طبعا علشان تقتله، لكن نظرته ليها اللي بحب غيرت كل حاجة وحسستها إحساس عمرها ما حسته قبل كده، فساعتها حبته واتجوزوا هما الاتنين وخلفوا كوبو. بس الموضوع ما مشيش كده عشان باباها ملك القمر عرف مكانهم، فكوبو سألها هو ليه جده مش بيحبه، فالقردة قالت له إن جده بيحبه بس هو عايز ياخد عينين كوبو عشان ما يتعاطفش مع أي حد ويكرر اللي عملته مامته، وقالت له لو ده حصل وخد عينيك الاتنين وقتها بس هتكون وريثه. فكوبو بيقول لها إن هو مستحيل يكون زيه أبدا. وبعد لما بينام كوبو الفارس بيعرف إن القردة مجروحة، ووقتها قال لها أنت ليه ما قلتيش لكوبو إن أنت مامته؟ فقالت له عشان ده مجرد سحر، والسحر أكيد مفعوله هيروح في وقت وكوبو هيرجع وحيد تاني. فالفارس وقتها بيطمنها وبيقول لها إن هو هيفضل معاه وهيحميه وهيضحي بحياته عشانه. وكوبو وهو نايم بيحلم بجده وبيوريه قصر باباه وبيقول له إن آخر قطعة من الدرع هناك، وبيقول له برضه إنه يتبع غروب الشمس ووقتها هيلاقي بيته ويطالب بحقه الشرعي. فبيصحى على طول كوبو وبيصحيهم كلهم وبيقول لهم إن هو عارف مكان القطعة التالتة من الدرع، وبيتحركوا كلهم وبيمشوا ورا الغروب. بس لما وصلوا للقصر بدأوا يدوروا على الخوذة، لكن مامته وقتها بتلاقي ورقة فيها مكان الخوذة الحقيقية، فبتعرف إن الخوذة مش موجودة في القلعة، وبتكتشف إن ده كله فخ. وبتظهر لهم أختها الساحرة وبتمسك كوبو، وكمان بتفاجئها وبتقول لها إن الفارس اللي معاهم طول الرحلة هو هانزو بابا كوبو، وهي اللي عملت كده ورمت عليه التعويذة وغيرت شكله وخلته ناسي كل ذكرياتهم مع بعض.
وبتضرب على طول هانزو وبتحاول تاخد عين كوبو، لكن كوبو بيقدر يضربها بسلاح معاه، وبيبدأ المعركة بين مامته وخالته، لكن خالته بتكون أقوى من مامته بكتير وبتقدر إنها تضربها. بس هانزو وقتها فاق وجه بسرعة وضرب الساحرة وقدر إن هو ينقذهم، والقردة قبل ما تموت وصت هانزو على كوبو، لكن للأسف في اللحظة دي أختها رجعت وموتته. فالقردة بتقول لكوبو إنه لازم يهرب بسرعة على البيت، لكن كوبو ما بيعملش كده وبيستخدم جيتاره المسحور وبيقدر يموت الساحرة. وبتكون مامته هي كمان خلص وقت سحرها وبترجع للعبة خشبية تاني، فبيلاقي كوبو ورقة مرسوم فيها مكان القطعة التالتة وبيعرف مكانها، وبتكون هي نفسها جرز المدينة. وأول ما بيروح وبياخدها وبيلبسها بيظهر له جده وبيحاول يقنع كوبو إنه ياخد عينه التانية ويطلع معاه للقمر ويكون وريثه في السماء، لكن كوبو بيرفض. فجده بيتحول لوحش كبير وبيبدأ يحاربه، وجده بيكون أقوى منه بكتير. وقبل ما جده يموت كوبو، كوبو بيلاقي شعرة مامته اللي كانت في ايده فبيربطها في الجيتار السحري بتاعه، وكمان بياخد شعرة من شعره وبيربطها هي كمان في الجيتار. وأول لما عزف على الجيتار استدعى كل الأرواح الطيبة، وبيقدر إن هو يعمل من أرواحهم درع منيع وما بيكونش قادر جده إن هو يعديه. وبقوة سحرهم وروحهم الطيبة بيقدروا أخيرا يقضوا عليه، وبتهرب وقتها الروح الشريرة اللي كانت مسيطرة على جده، وبيرجع جده الإنسان طبيعي بس بيكون ناسي كل حاجة. والناس بتقوله إن الحب والرحمة أهم بكتير من السلطة والجاه. وخلص الفيلم لحد هنا. لو عجبك ما تنساش الاشتراك ومتابعة كل جديد.